لحالات الوش. حالات الوش حالات صعبة، وحالات الحقيقة يعني بنحاول على قد ما نقدر تبقى النتائج بتاعتنا مقبولة وكويسة. النهاردة معانا الأستاذ عمرو بنعمل له حقن للودن بعد ما حطينا له بخة مسكن أو مخدر خفيف خالص. أنا دلوقتي بحقن ودنه أهو، عشان ناس كتير جدا بتسألني. أنا خلصت. لسه بديك يا دكتور. قول لي الله ينور الأخبار، على حضرتك. أخبارك إيه؟ لا، في نعمه من الله الحمد لله. ها؟ ده هو كان بادئ شيء صعب جدا، بدأ معايا من 6/4 تحديدا. وطبعا رحت لاثنين دكاتره، تمام. فقالوا لي ما فيش علاج للحاله، يعني بصراحه قالوا قول لي لي قول لي بس. احنا دلوقتي دي الحقنه الثانيه دي الحقنه الثالثه. الثالثه. الحمد لله. قول لي تحسن بعد الحقنه الثانيه قد ايه؟ لان الثالثه ما ينفعش اقول لك. لا طبعا، يعني الحمد لله التحسن بعد الحقنه الثانيه وصل لحوالي 60%. ما شاء الله في الوش. طبعا، لان انا كنت مجرد حضرتك بنزل من البيت، هي كل حاجه بتتحول لوش. فده طبعا بدا يبقى متقطع بعد الحقنه الاولى، وبدا بعد الحقنه الثانيه يبقى من هادي لهادي جدا. ممتاز جدا. واخد بال حضرتك، وان شاء الله املنا في الله بقى طبعا بعد الحقنه الثالثه يتوقف تماما ان شاء الله. ان يعني شاء الله. ربنا يجازيك الف الف خير يا دكتور. في عندنا وجع، في تعب، في اي حاجه؟ لا، ملهاش مع اي الحقن؟ اثار جانبيه خالص، ولا ليها اي حاجه خالص. وبتخلص الحقنه تروح بنزل اروح شغلي، بكمل شغلي عادي، ما فيش اي حاجه خالص. هو دي المره الجايه امتى؟ المره الجايه ان شاء الله هيبقى يوم الاثنين بقى. يعني اسبوع تقريبا ولا 5 ايام؟ خميس جمعه سبت حد، 5 ايام تقريبا. 5 ايام ان شاء الله باذن الحمد الله. لله. سلامتك يا استاذ. الله يخليك، نورتنا. ربنا يخليك يا دكتور، الشرف لينا، ربنا يجازيك عنا خير يا رب.